لو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، دي بصراحة كده حاجة برصدها في علاقات كتير. يبقى في اتنين كده من صحابنا، من الناس اللي نعرفهم في دوائر علاقاتنا، فيهم طرف طيب كده وغلبان وبيتصالح بسهولة وقلب ابيض، فتلاقي الطرف التاني بيحبه وكل حاجة بس بيدوس عليه كتير، يفضل يستغل طيبته دي، يفضل دايما بيعمل مشاكل وعارف ان الطيب ده هيسامح وهينسى، مجرد بس ما هتنكشه هيتصالح على طول. ساعتها بقى انت بتحول حبيبك العسل ده للتقي شار الحليم اذا غضب، لانه فعلا الناس الطيبه دي كتر ما بتدوس عليها بتقلب في مره قلبه انت بتتخض، لانه ما بيبقاش متوقع ابدا من الحد الطيب اللي فضل طول الوقت مكبر دماغه وعايزك انت اللي مبسوط وعمال يعدي ويوافق على خروجه مش عاجباه عشان هي هتبسطك، ويوافق على نزوله مش على مزاجه عشان انت عايز تنزل، الى اخره من حاجات كتير بيعملها الانسان الطيب السلس. فيقوم بقى الطرف التاني اللي مش هقول انه شرير، بس هو يعني استغل الطيبه دي غلط، فضل يقرص كده ويجي على الطرف الطيب ده لحد ما في مره قال جاي بقى خلاص، ما قدرش ان هو يكمل بمستوى العطاء والطيبه دي. فيا ريت يعني لو في حياتنا البني ادم الطيب ده ما نجيش عليه، لان قلبته صعبه جدا وما بنبقاش قدها، وبنتخض ان الحد اللي كان بيتصالح بمنتهى السهوله هو مش عايز يتصالح خالص، وان الحد اللي كان قلبه ابيض وما بينساش انه فاكر حاجات احنا كنا فاكرينه عمره ما هيفتكرها. ما تجوش على البني ادم الطيب في حياتكم بزياده، بالعكس الطيب ده اولى بكتير انك كل شويه تحسسه قد ايه هو غالي ومهم، مش عشان هو طيب وشايلينه كده في النيش وعارفين ان هو عمره ما هيزعل نفضل بنعامل ناس تانية وحاطينها فوق دماغنا وهو موجود مش هيزعل. فياريت جدا الكلام ده دلوقتي كده يكون منور لمبه ساعد حد ان هو يغير في اسلوبه في التعامل بتاعه ويقدم اعتذار لو غلط في حاجه ايا كان. ولو حسيت ان الكلام ده دلوقتي هيفرق مع حد تاني عايش كده القصه دي، ياريت جدا تعمله منشن في الكومنتات.